ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اي واحده عامله زيتون لرمضان تسمع الفيديو ده. بصوا يا حبايبي، الزيتون ده زيتون عزيزي. انا كنت عاملاه بتاريخ، مش عارفه التاريخ واضح ولا ايه، 22/9. بس طبعا عشان الملح والميه والحاجات دي كلها التاريخ مش واضح. طب وانا بصور لكم الفيديو ده في اول 12. بصوا بقى على الزيتون العزيزي اللي المفروض بياخد 5-6 شهور على ما يستوي، وخصوصا اللي انا عملته بدون ما نقعه في ميه خالص. كنت عاملاه رمضان بقى وقلت ايه، افتح عليه رمضان لان معروف ان الزيتون العزيزي بيغيب شويه. فجيت افتح على الزيتون التفاحي لقيته استوى خالص بعد 40 يوم. فقمت فاتحه على ده فلقيته برده استوى، فاستغربت. فطبعا عشان احتفظ بيه لحد رمضان ما يبص مني حطيته في التلاجة. هوريكم دلوقتي الزيتون التفاحي عامل ازاي. اصلا كان برطمان كبير قرب يخلص. فاي واحده عامله زيتون رمضان تروح تفتح عليه دلوقتي وتشوفه هتلاقيه استوى. مش عارفه الزيتون السنه دي كان ماله بصراحه. كنت حاطه جزر كامل برده اهو، هشوفه كده معاكم. بسم الله. بصراحه الجزر حلو والزيتون احلى، بس لو سبتيه بره التلاجة هتيجي تفتحيه على رمضان هتلاقيه انهار خالص وداب منك، فحطيه في التلاجة. دي الزيتون العزيزي. اما الزيتون التفاحي فكلوه على طول بقى. لو حد لسه عامله وفتحش عليه يفتح عليه دلوقتي ويبدا يتسلى فيه كده. ده كان برطمان كبير، العيال قربوا يخلصوه اهو. طبعا علشان ما يبص مني حطيته في التلاجة. هوريكم ده واوريكم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الزيتون التفاحي مستوي خالص، مهري خالص اهو. ما شاء الله طعمه حلو قوي، افضل من الجاز بكتير بصراحه. اوريكم التاني برضو. ادي الزيتون العزيزي. سمع لكم قرمشته ولسه الحمد لله كويس، ما دابش خالص. لحقته يعني، حطيته في التلاجة ولسه جامد خالص اهو، بس استوى. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن التفاح تضغط عليه تلاقيه طري خالص اهو. العزيزي والله ما نقحته، انا بس فتحته فتحه صغيره كده، فتحه صغيره كده، وخليته على طول. اسمعوا القرمشه. ان شاء الله طعمه حلو واستوى بقى 10/10، والقرمشه فيه حلوه زي ما هي. فعلشان كده ايه نزلت لكم الفيديو ده على السريع علشان تلحقي تشيلي الزيتون بتاعك في التلاجة. ان شاء الله رمضان يجي عليكم بخير كده وهو ما اتهراش وتلاقوه مقرمش وحلو. بس كده يا حبايبي، يا رب يكون الفيديو مفيد لكم وقدرت افيدكم بحاجه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.